النهارده هنتعرف على فرصة سهلة لأي حد ما معهوش حساب بنكي، لأي حد أول مرة يسافر وجواز السفر بتاعه أبيض، زي فرصة النهارده يا جماعة، وهي فرصة تتوية لدولة السويد، وهتكون مدتها سنة. يعني معاك سنة إن أنت تستقر في البلد هناك، إقامة دايمة، معاك سكن هيوفروا لك، معاك طبعا تذاكر طيران. الفرصة اللي بنتكلم عنها النهارده التقديم عليها مجانا، ومتاح التقديم ليها لجميع الجنسيات العربية ومعظم الدول العالم. يعني أي بلد تقدر تقدم على الفرصة النهاردة وبخطوات بسيطة. بس طبعا الناس ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلها معانا كل جديد. يا مساء الفل عليكم يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة حتى لو جواز السفر بتاعك أبيض وأول مرة تسافر وما معكش إن أنت تكلف طبعا مصاريف أي تأشيرة شنجن، النهاردة أنا هعرفك إزاي تاخد تأشيرة شنجن السويد عن طريق الفرصة اللي مقدماها منظمة تطوعية في مدينة ميلكوم السويدية. المدينة ديت يا جماعة منزلة فرصة للتطوع، وتكون مدة التطوع سنة. يعني معاك سنة إن أنت هتستقر هناك من غير ما تدفع قرش ساغ واحد من جيبك. يعني معاك برضه إن هم هيوفروا لك تذاكر الطيران، برضه هيوفروا لك السكن والإقامة والطعام، بجانب ان هم هيساعدوك في استخراج التأشيرة. ودي اهم نقطة. يعني ناس كتير قبل ما تقدم على اي فرصة تطوعية بيشوفوا الفرصة التطوعية دي هتوفر له التأشيرة ولا لا. الفرصة بتاع النهاردة هتوفر لك اهم حاجة اللي هي التأشيرة. يعني اول ما يقبلوك هيبعتوا لك خطاب ان انت تستخرج بيه التأشيرة، وبتكون مدتها سنة. آخر ميعاد للتقديم على الفرصة ديت يا جماعة يكون يوم 20 ديسمبر 2024، وهتبدأ طبعا في 2025. فرصة ديت يعني بعد ما بتاخد التأشيرة تدخل هناك السويد وبتبدأ تاخد إقامة لمدة سنة. قلنا التقديم عليها من بيتك بورقة واحدة اللي هي السيرة الذاتية. يعني مش محتاج منك أي أوراق تانية، مش محتاج منك حساب بنكي، الناس ما تقلقش من الحتة دي، ولا محتاج منك ان انت تكون سافرت قبل كده. بس الشرط عندهم ان انت تكون طبعا عندك خبرة في عمل العمل التطوعي، ان انت تكون شاركت قبل كده في اي عمل تطوعي حتى لو في بلدك. العمل التطوعي ده يا جماعة دي العمل الخيري، العمل اللي بيبقى مجانا، زي مثلا مبادرة كذا انت شاركت فيها. يعني بتعمل السيرة الذاتية بتاعتك باللغة الإنجليزية، بتذكر فيها كل مشاركة ليك في أي عمل تطوعي أو أي عمل خيري بجانب شهاداتك طبعا. يعني بتعمل سي في محترم. بعد كده هم بقى بيفرزوا الطلب بتاعك اللي هي الأوراق اللي هي السيرة الذاتية، الطلب اللي انت مقدمه اونلاين من خلال رابط المنظمه اللي هيبقى موجود في قلب صندوق الوصف. لو تم اختيارك هم بيبعتوا لك اهم ورقه هنا اللي هي خطاب استخراج التأشيرة. الخطاب ده بيتضمن ان هم هيوفروا لك تذاكر طيران ذهاب وعودة، هيوفروا لك السكن واقامتك هناك، هيوفروا لك وجبات الطعام، بجانب يا جماعة ان انت ليك فرصة للتدريب كمان المهني. يعني في ورش عمل انت هتشارك فيها عشان تتدرب فيها، بجانب ان انت هتشارك في اي مهرجانات وانشطه محليه تبع المنظمه دي. طيب الشروط اللي انت هتطلب منك عشان تقدم طبعا على الفرصه بتاع النهارده، اول شرط واهم شرط مساله السن. مسألة السن ده عامل أساسي قوي في التقديم على الفرصة بتاع النهاردة، لأن لازم يكون سنك بين 18 ل 30 سنة. يعني لو سنك أقل من 18 سنة أو أكبر من 30 سنة للأسف مش هتعرف تقدم على الفرصة دي. تاني حاجة اللغة. اللغة يا جماعة مش شرط يكون معاك ايلتس او توفل، يعني معاك شهادة، بس يكون معاك لغة تعرف تتواصل بيها طبعا مع فريق العمل اللي انت هتشارك فيه في العمل التطوعي. بعد كده هيطلب منك ان انت تعمل فيديو. الفيديو ده مدته دقيقتين، هتعرف فيه او هتوضح فيه انت عايز ليه تقدم في الفرصة دي. يعني بتوضح رغبتك في الانضمام للبرنامج التطوعي اللي مقدماه دولة السويد. يبقى نرجع تاني يا جماعة، الناس اللي هي أول مرة تسافر وجواز السفر بتاعها أبيض وما معاش حساب بنكي، ليها فرص كتير تقدر تسافر من خلالها وتاخد تأشيرة شنجن لأي بلد مقدمة فرصة تطوعية زي الفرصة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. ليك سنة هناك، آخر ميعاد التقديم 20 ديسمبر. هتوفر لك كل شيء، التذكرة وتذاكر الطيران والإقامة والسكن هناك وجبات الطعام. ناس هنا هتقدر تقول لي بقى الأسئلة اللي هتبدأ تتردد كتير معاكم: هل أقدر آخد أسرتي بعد في خلال مدة السنة؟ أقول لك ما ينفعش، لأن أنت أساسا رايح مالكش راتب شهري هناك ولا حتى راتب رمزي. هم يوفروا لك الأساسيات اللي أنت محتاجها هناك، لكن أنت ليك سنة تقضيها هناك وترجع بلدك. طيب لو أنت حابب تعدل وضعك بقى
بعد السنة ديت وتدور على شغل بعد انتهاء فترة التطوع اللي انت رايحها في قلب السويد. من حقك ان انت تعدل وضعك. يعني ايه؟ يعني ممكن ان انت تقدم لجوء لو في سبب مقنع، او اي سبب حابب تقدمه عشان ان انت تستقر في البلد هناك. تاني حاجة برضه يا جماعة، ممكن ان انت تقدم دراسة. يعني بتشوف معهد او كلية تكون المصاريف بتاعها رخيصة، وبتقدم طبعا وبتاخد القبول بعد ما تدفع مصاريف السنة الدراسية، بتاخد إقامة دراسة. طيب لو انت حابب بقى تستقر وتعمل إقامة دايمة اللي هي العمل، بعد مدة السنة اللي هتشترط عليك إن أنت تقضيها في العمل التطوعي، من حقك إن أنت تحولها لإقامة دايمة، بس بشرط إن أنت تلاقي عمل هناك. يبقى عندك حلول كتير إن أنت تغير الإقامة بتاع العمل التطوعي اللي هي الإقامة المؤقتة لإقامة دايمة، بثلاث حاجات: لا إما اللجوء، لا إما الدراسة، لا إما العمل. طيب لو أنت مش حابب بعد كده تستقر السويد، يعني معاك إقامة مؤقتة لمدة سنة، وحابب إن أنت تزور دولة تانية ضمن منطقة الشنجن، تقدر بكل سهولة، لأن تأشيرة السويد بتسمح لك إن أنت تزور 29 دولة أوروبية ضمن منطقة الشنجن. يعني ممكن الناس تقول لي أنا ممكن أطلع على إيطاليا، النرويج، فرنسا. أقول لك تقدر تتنقل ما بين أي بلد ضمن منطقة الشنجن وبسهولة. ديت من النقط الأساسية اللي لازم تعرفها. الفرص التطوعية أو العمل الخيري بيسهل لك أهم نقطة إن أنت تاخد التأشيرة، لأن ما بيبقاش مطلوب فيها حساب بنكي، والتقديم فيها مجانا، وبيبقى متاح لمعظم الدول العربية. بس هم بيبقوا حاطين شوية شروط مش تعجيزية، بيبقوا طالبين فئة معينة، خصوصا فئة الشباب. يعني اللي بيكون سنه بين 18 ل 30 سنة دي بتبقى الكفة بتاعته رابحة. يعني من الآخر كده، لو هتقدم عن طريق المنظمة المفوضية اللي الرابط بتاعها هيبقى موجود في قلب صندوق الوصف، يقول لك لازم شرط يكون سنك بين 18 ل 30 سنة. التقديم هنا يا جماعة هيكون بالسيرة الذاتية اللي هو السي في. بتعمل السي في وبتذكر فيه جميع خبراتك في العمل التطوعي بجانب اللغة. اللغة هنا بتساعدك كتير إن أنت برضه تقدر تتواصل مع فريق العمل. أغلب الفرص التطوعية بتكون لا إما مشاركة في مهرجانات، العمل في الزراعة، العمل في الغابات، البيئة، أي حاجة طبعا فيها عمل خيري، أو أي عمل بتكون المنظمة عاملاه، يعني حدث او فعاليات او مؤتمرات هي بتشارك فيه طبعا المنظمه ديت. فانت بتشارك بناء على اللي هو الاتفاق ما بينك وما بين المنظمه. وديت من النقط الاساسيه اللي لازم تكون عارفها، انت رايح تشتغل ايه؟ عمل خيري. هما بعد كده بقى بيوفروا لك التأشيرة، بيساعدوك طبعا بخطاب من المنظمة إن أنت اتقبلت، بتروح تستخرج التأشيرة من السفارة بتاع السويد، من البلد اللي أنت فيها، سواء كنت من المغرب، من العراق، من مصر، من تونس، من الجزائر. المهم إن أنت معاك خطاب بيساعدك على استخراج التأشيرة. بيبعتوا لك بعد كده تذاكر الطيران، بعد كده بيسمحوا لك إن أنت تدخل البلد ويعملوا لك إقامة لمدة سنة، بيوفروا لك السكن ووجبات الطعام. الفرصة ديت يا جماعة لأي حد ما معهوش حساب بنكي، لأي حد أول مرة يسافر، لأي حد جواز السفر بتاعه أبيض، أو ما معهوش تكاليف السفر في العموم. فأنت تقدر تدخل أي بلد أوروبا عن طريق العمل التطوعي أو العمل الخيري، وبتسمى التأشيرة المجانية، لأن أنت بتدفعش فيها فلوس، بتجيلك مجانا كده، وبتكون كل حاجة على المنظمة اللي طالبة أو اللي مقدمة الطلب. ودي طبعا كل حاجة خاصة بفرصة النهاردة. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.